يا هلا والله. اهلا وسهلا، مساك شرفنا بالخير. الله اليوم يخليك. باستاذنا العفو، الله يسلمك. استاذ الله الاساتذه يسلمك. حقيقه. العفو، الله عبد الله يسلمك. مديف. الله يخليك. ابو لي، انا بسال عن خوارزميات خلق الالفه والكيمياء بين المحاور والضيف. اشوى تحسبك تسالني عن الخوارزميات حقت السوشيال ميديا لان مبهذلتنا. لا، الحلقه اللي راحت قاعد اشوف وين الخوارزميات بتنتقي اي مقطع يبي يطلع. فاخذت مقطع، طبعا هو زين المقطع اللي اخذته مو بشيء، بس انه ليه هذا المقطع وصار عليه تداول اعلى وفي مقطع احسن منه. فحنا الان عندنا في ازمه اللي هو تشتت الانتباه، انه فيه الانتباه قاعد يحاول يسرقنا الى خوارزميات ثانيه. ما أعرف، انا ما عندي حل لها الى الحين، حاجه جديده. لكن ارجع لسؤالك. بناء العلاقه، يعني انا تعلمت يمكن من اول ما بديت، من اول يمكن الحين مقصر شوي، بس من اول اذا جاء ضيف خارج صار مثلا برا البلد، جميل. انا اللي استقبله بالمطار. هذا بالبدايات. جيبه بعدين. يعني ما تقول انا مذيع، لا انت سواق تاخذه. بعدين تصير معزب، تعزمه، تقعد انت وياه وتسولف انت وياه. واهم شيء انك تدرك انه انت شغلتك ان تكون موصل جيد بين طرفين. في الضيف في كلام يبغى يقوله، والمتلقين او الناس عندها اسئله تبغى تسالها. جميل. فانت لازم تتواصل مع الاثنين. يعني انت يصير عندك كيمياء مع الاثنين، فانت تروح تسال الناس اصحاب المصلحه، ايش تبون من الضيف، وش السؤال اللي تبونه. ونفس الفكره الضيف تيجي تقول له وش ودك تقول. اذا بنيت هذه القاعده عاد تجيب مع فريقك، تجيب تكمل الشيء الثالث اللي مو على بال الاثنين. يطلع حوار زين. بس العلاقه اللي انت تفضلت فيه مهم جدا. وانا اشوف ما شاء الله طبعا حواراتك ممتعه وقاعدين نستفيد منها جميله، وفيها هذا الفن اللي فانت تطلب شيء انت ما تحتاجه، انت موجود عندك. اللي هو انه انت وين الناس قاعدين معك، بشوف انا الناس مبسوطه ومرتاحه ومطمئنه لك. وطبعا هذا كاريزماك شخصيه فطره ما شاء الله عندك. الله يسلمك. الله يخليك. ابو لي، انا جالس مدرسه الحقيقه بالاعلام، تبقي الضيف على نطاق ضيف. بعض المحاورين يستخرج المعلومه من خلال استفزاز الضيف. المدرسه هذه يبدو انها تسقط المحاور على المدى البعيد. انا شايف الجمهور اللي حولك هذا، انا واثق انهم اول دافع لوجودهم هذا حب لك. الله يسلمك. فالمدرسه اللي جالسه تستفز الضيف من خلال تحاول تطلع المعلومه من استفزاز الضيف، انت هذه بعيد عنها. حاب اسال ليش انت بعيد عن الخط هذا؟ اول شيء انه بصحح، انا من المدرسه، انا انتمي الى المدرسه المهنيه. فانا فرد يعني قاعد احاول اني اسوي الواجب اللي علي قد ما اقدر. الامر الثاني، وانت بحسن الظن فيني اكثر من اللازم، طريقه اخراج السؤال من الضيوف يختلفون. فبعض الاسئله تجي كسؤال مباشر، تساله سؤال متى، كيف، هل، لماذا، سؤال عادي. واحيانا لا، تسال سؤال عن طريق معلومه، تجيب معلومه بعدين تقول له تعطيه معلومه. هم عاد احيانا تيجي على طريقه سواليف، احيانا تيجي فالضيوف مختلفين، انت لازم تدرس ضيفك. جميل. بعض الضيوف تيجي المرحله عشان يحكي لازم تستفزه. فهذه احنا نسميها يعني حاجه، ميب اصل، احتياج. فانت تشوف احيانا بعضهم اذا ارتاح سولف، بعضهم اذا لا حس انه مضغوط سولف، يختلفون. فانت اذا درست ضيفك زين تعرف انت وين احسن آلية لانه انت تطلع اللي موجود عند ضيفك. احيانا بعضهم اذا مدحته، بعضهم اذا يعني في لغة تواصل، في سؤال منطوق، في سؤال غير منطوق. احيانا وجهك يسأل، مثلا يعطيك فكرة، انت تبين بوجهك، ما تبين على الكاميرا بس تبين انك ما اقتنعت ترى. هم عادي بيجي يتحمس بالله بيقنعك فيها. هذه لغة تواصلية. احيانا بعضهم التحفيز، انت تسوي انك منبهر مرة من كلامه، في تحمس وينطلق زيادة. فانت لازم تقرا دابته على قولك. يعني انت لازم تعرف بالضبط مداخله ومخارجه. ولذلك قبل اي حلقة انا لازم اشوف الضيف، اجي اسمعه اول شيء، بعدين لازم اشوف كيف تكلم في حلقات سابقة. جميل. عشان تشوف انت، يسمونها هي قانون التدفق، كيف يتدفق افكار الضيف. يعني انت في شغلتين لازم تفهمها، كيف يفكر وكيف يحكي. هذولي لازم عشان انت تعرف انت
وش اللي شيء. وبعد احيانا تحط خطه قبل الحلقه، لا جربتها ترى ما تشتغل، تغير في خطه بديله. اي يعني انت لازم يصير عندك يعني ما تقول بس انا عندي مفك بس هو اللي بيفك، لا اكثر مفتاح، احيانا مفك، احيانا مطرقه، احيانا زراديه، يعني على حسب. ابو ليان، انا الاحظ عندك ما شاء الله تجاوزت فن السماع والاستماع، وصلت لمرحله الانصات، في تواصل حسي مع الضيف. انا اشوف ان الاسلوب هذا يعني يشيل الرهبه من الضيف ويعطيه التدفق اللي انت قلته تو. اصلا هو ضيف اول شيء، ثانيا انت جاي مو بتحكي، انت جاي تسمع، انت لازم تحط اذنك أيوة. وتسمع. والسماع في درجتين من السماع الظاهر اللي هو تامل الفكره، انه انت تسمع تفهم الفكره. جميل. السؤال المستوى الثاني من السماع اللي هو سؤال وش السؤال الكامن في هذا الحديث. فانت لازم اذا ما سمعت ما تقدر لا تفهم فكرته ولا تقدر تطلع سؤال زين، فانت لازم تسمع يعني. ولذلك هذه ملاحظه على ابرز المذيعين اللي توهم بادين، يجهز اسئله بعدين والضيف يحكي، هو قاعد يحافظ السؤال اللي بعده، يسمع بينه وبين روحه ولا يدري ايش يقول الضيف الثاني. غلط. ايوه. بس يعني لا تصير مشغول باسئلتك. كيف تقاوم شهوه الكلام مع ضيف متدفق وانت جالس ابو ليان في فكره يعني خايف تضيع منك؟ الفكره هذه انت خايف انها تضيع. انا عندي شهوه اعلى من شهوه الكلام. شهوه السماع، شهوه السؤال. انا فاهم السؤال ابو ليان، كيف تقدر تحافظ عليه بذاكرتك المؤقته والضيف جالس يتكلم وانت الاشكاليه ابو ليان انك على الهواء. في واحد من الاجانب كويس مره اسمه جو مورغان، هذا الرجال يعني في عنده تكنيك، انا حاولت اشوفها اتعلم التكنيك هذا منه وكان كويس. بس شو يقول هو؟ يقول وش اللي يقودني في الحوار؟ قال فكره الفضول. الفضول اذا صار عندك ينجح الحوار. وفي شيء اهم انه يصير عندك فضول، انك كيف تزرع الفضول عند المتلقي. ايوه. اي فانه كيف تصدر اللقافه. الف شكر طبعا. الله يسلمك، تسلم. الله نبقى نتلمذ على العفو الله يسلمك. شكرا.